هذا في عام 1436 الظاهر، في 26/11. القصة من الجزائر. هذه حرمة عندها 5 عيال في الجزائر، ومن محافظة العلمة من ولاية سطيف. قدمت على قرعة الحج، وسبحان الله ما عندها شيء، إمكانيات مادية ما عندها، بس قالت بقدم إن طلع اسمي لعل الله ييسر أموري. يوم قدمت وسبحان الله وسحبوا القرعة، ويطلع اسم هالمرأة من ضمن الناس اللي بيحجون، ويبشرونها وتفرح على انكسار في خاطرها، ما معها شيء. والحج من الجزائر إلى السعودية مكلف. جمعت عيالها ال5، قالت عيالي يا عيالي، قالوا نعم. قالت وش لي منكم؟ قالوا اللي تبينه. قالت أنا القرعة أنتم خابرين طلعت، وأنا الآن ما عندي شيء، أبيكم تقاطون تجمعون لي المبلغ اللي يوديني المكة حج وارجع. قالوا ابشر. كل دبر في حال. الولد الثاني له 3 سنين يجمع الزواجه، مهر زواجه وتكاليفه، والحقيقة كلهم راحوا ورجعوا يوم يومين أسبوع أسبوعين، لا والله ما معهم شيء. قالوا والله يما والله الوضع مرة ما فيه سلف ما فيه شيء. قال تقدم هالثاني وجاب المهر وحطه في حضن أمه، قال حجي. قالت لا يا ولدي حنا خاطبين بنت الأجواد وزواجك بعد 2 شهر. قال زواجي باقي 2 وبيحلها ربت. قالت لا، ويصر عليها وتصر عليه ويصر عليها. راح خذ الأوراق وطلع الجواز ودفع الفلوس للشركة وخلص، جاب الجواز والتذكرة وحطه في حضن أمه. ولا والله المرأة ما تدري ايش تسوي، عارفة ولدها وعارفة انه خالص ومنتهي على زواجه. قالت انا بروح وبدعي لك لعل الله سبحانه وتعالى يعوضك. قال ابدا، الشيء اللي عندك مخلوف يا يمه. يا سلام. وتجي مع حملة من حملات الجزائر المكة، وتبدأ في عملية يوم جاء 26 ذي القعدة اللي أنا أقولها لكم. هذا اليوم اللي هو يوم الله يعافينا وياكم طاحة الرافعة حقة الحرم. 1436 كانت هي في الصحن. العجوز هذه، في ناس ما توفوا وفي ناس أصيبوا وفي ناس، هي من ضمن الحريم اللي جاها أضرار من الحصى اللي طاح من هذا. جرحت بعض يدينها ورجولها، خذوها ودوها المستشفى وعالجوها، كملت حجها ما فيها إلا العافية طيبة، بس جروح عليها لزقات وعليها. خذوا معلوماتها، وكحكومة المملكة ما هي مقصرة. نعم. راحت للمدينة ورجعت لأهلها وأمورها تمام ما فيها إلا العافية. استقبلوا أهلها. يوم خذت 2 أسبوع تقول لعيالها ما أنتم مدبرين لأخوكم فلوس يتزوج فيها؟ قالوا والله يما احنا بلشانين بانفسنا، العيال ما فيهم شر، لكن هذا رزق من الله يسوقه. يوم جاء طال عمرك محرم او قبل محرم بشوي، ويدقون عليها السفارة السعودية، فلانة قالت نعم. قال راجعينا، وتراجعهم. يوم راجعتهم ويصرفون لها 7 أضعاف المبلغ اللي دفعته في الحج. سبحان الله. يسمونه تعويض عن إصابة. نعم. قالت هذا وشو؟ قالوا أنت أصبتي في رافعة الحرم، وفي برنامج خاص بصرف للمصابين كل حسب درجة إصابته، وهذا شيك من حكومة المملكة العربية السعودية باسمك، أي بنك روح يصرف فيه. يوم شافت المبلغ وهي تفل ما بين عيونها إلا ولدها. لا. سبحان هي الله. تقول ما بقى مكان في مكة ما أدعي له، زواجه في صفر، في آخر صفر، وأنا الآن في محرم وما عاد بلشانه، أنا مضايق صدري. هالولد اللي عطاني على قول تحويشة عمره كلها لي. ومن وين؟ من الجزائر. أقول من وين لهم يعني؟ من الله سبحانه. أسلم. يقول وتطلع على طول وتروح للبنك ويصرفون لها المبلغ كامل، وتجيب المبلغ أقول لكم 7 أضعاف المبلغ اللي دفعته في الحج دفعها ولدها. وتجي للبيت وتجمع عيالها ال5 كلهم. قالت يا عيالي؟ قالوا نعم. قالت انتم خابرين ايش صار واللي صار وهذا، والان كلمتني السفاره السعوديه وعطوني المبلغ هذا، واشهد الله ان هذا المبلغ لولدي فلان
كفو. اللي تاجر بي مع الله سبحانه وتعالى، وهذه تجارته رجعت له يستاهل 7 أضعاف ما جاني. سبحان الله. والله والولد ياخذ المبلغ، الولد بعد في حالة الله يعلم فيها، ويروح يدفع المهر ويشتري بيت ويشتري سيارة ويفتح له فحل. الله. يا اخوان الوالدين امرهم عظيم جدا، ما هو سواليف. انت لما تعطي اغلى ما تملك وتبديهم على نفسك، ما هي سواليف هذه التجارة مع الله سبحانه وتعالى. راحت المكة ورجعت معها 7 أضعاف المبلغ. شلون وش صار وش تم؟ هذا رزق من الله سبحانه وتعالى ساق لها الولد. حنا الآن أبائنا في البيت يبينا نتقهوى معي ما نتقهوى، يناديك ولدك يقول يا ابوي تعال صب لي قهوة بسولف انا وياك شوي، تقول اخوياي، تقول يا فلان والله اني مشغول عندي شغل ولا عندي عمل، ها توصي شيء حاجة ولا محتاجة، تكلم ابوك حاجة ولا محتاجة، هذا كلام. إذا ما قعدت تحت رجوله وسولفت معه وهمزته وتلمست خاطره فترى ما فيك خير. البر أمر عظيم، تراهم البر ما يبون منك شيء، ما يبون فلوس. عندنا رفاهية في البر، حنا مو مثلهم فلوس ولا شيء، لا رفاهيتنا هو بيعطيك بس يبيك تسولف معه، يبيك تبتسم عنده، يبيك تسولف وتعطيه حقيقة، تعطيه قصة، تعطيه سالفة، توسع صدره، تدخل السرور على قلبه. تعرف شلون مستوى الرفاهية عندنا في البر؟ يعني كل شيء ميسر لك انك تبر والدينك، ومع ذلك ما تستطيع. هذا والله الشقاء والتعاسة. لا يضيق صدر ابوك ولا امك بشيء انت سببه. احرص 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 انك تكون خادم لرجولهم، تدخل له بابتسامة، تسكر كبكاتك وثوبك وتشخص وتتطيب وانت في اشد الحزن وانت داخل على ابوك وامك. لا تدخل الا بابتسامة، لا تدخل الا وانت ضاحك، لا تدخل انت مجهز وش تقول لامك وش تقول لابوك. خلها تبتسم، خلها تضحك، خلها تطلع تقول يا ليت ولدي ما طلع، وانت ما تطلع من شر. هي تلقى عندها التزامات ثانية، ولا ابوك نفس الكلام. ادخل عليهم، حضر وانت تدخل على ابوك، حضر وانت تدخل على امك. بكره بيجون عيال وبتصير مثلهم، وعيالك بيسوون لك مثل ما سويت لهم. انت الان موجود، ما طلب منك انك تشتري له بيت ولا طلب منك انك تشتري له، هذا لا باس وامور ممكن تحدث، لكن احنا ابسط البر وشو؟ اقعد معه ساعة ساعتين واصدقه وسولف معه وقل له الحقائق اللي عندك وشاوره، لا تجيب له آلام. مو تدخل عليه والله مخالفة ساهر، ولدي مريض، سيارتي صدمت، امحق اخبار. انت زدته هم فوق همه. نعم. بتقول يدعي لي، هو بيدعي لك غصب، ما هو بداعي لك في هالامر هذا، بيدعي لك. نعم. فلان مات. الله يجزاك خير. اي والله. هذا هو. اختي صار له كذا، نسيبي صار له كذا. حاول قدر المستطاع رسالة للشباب، إذا دخلت على أبوك وأمك كأنك تدخل على أي واحد ترجي منه أي شيء. ابتسم، أحسن الكلمات، أعذب الريحة، الثوب النظيف، الشخصية، الابتسامة، لو هموم الدنيا كلها على ظهرك. جزاك الله والله خير. العظيم هذا العمل اللي تسويه حتى لو ما انتبهوا له تؤجر عليه. أسأل الله العلي العظيم أن ينفع بهالقصة وجزاكم الله. آمين. الله يجزاك خير. أبو عبد العزيز، لبيه. هالقصة الجميلة اللي ما أدري